اليوم شو علمتك الغربة؟ اوف. الغربة علمتني الصبر، العمل، قراءة، انه ما في عمر لطلب العلم. دير بالي على حالي وعلى صحتي لانه هذا سلاحي ورسمالي. علمتني انه الاخلاق هي اساس السلوك في الحياة. لما صار التحرير اول شيء فكرت فيه اني ارجع. يعني أنا صحيح عايش بأمريكا وعم بشتغل ومبسوط والمستوى اللي عم بشتغل فيه، بس الخبرات اللي جمعتها بأمريكا ما بدهم إياها، بلدي بدها إياها. شو الجملة اللي بتلخص فلسفتك بالحياة؟ فلسفتي بالحياة إنه أنا في عندي رسالة لازم وصلها، وإنه قد ما كان في عقبات ما راح استسلم. أي الأهم إذا طلبوا منك فيلم يرضي المشاهد أو يرضي النقاد؟ المشاهد أو النقاد، ما هو الناقد مشاهد بالنهاية. بحب أقدم عمل يقدم فائدة ما للناس. النقاد نحن بحاجة لهم مشاننا نحن، يعني مشان نتعلم يعني إنه وين ماشيين وين رايحين. بعدين النقد أنا بشوف دائما إنه النقد بناء. إذا حياتك فيلم شو بيكون اسمه؟ حلو أسئلتك جديدة وحلوة محفزة هيك. بجوز مشيا حول الكوكب، لأنك لفيت كثير. رحلة مشي حول الكوكب. بمشي أنا كتير بمشي، بلعب رياضة لهلا وبعتني بصحتي إن شاء الله. يعني هاي جاوبت كثير عالم إنه كيف محافظ على الرشاقة. الحمد لله بعتني بصحتي، بدير بالي على أكلي، بنام بكير، بحاول ما أسهر، موضوع الدخان، كل هاي الشغلات المؤذية بحاول إني ما أساويها وبعد عنها.